صينية الكنافة اللي بنعملها كل سنة مع بعض في رمضان، رمضان 2024. برضو بنعمل مع بعض نفس الصينية التقليدية العادية. بعد كده ان شاء الله في ايام رمضان الجاية نعمل بقى الافتكاسات بتاعتنا ونعمل كنافة بطرق مختلفة. بس اول صينية بنعملها في رمضان هي الصينية التقليدية المحشية قشطة كدابة. هنبدأ على طول كده. هنجيب مع بعض الكنافة لازم تكون نبيتها ليلة كده في الفريزر قبل ما نستعملها. بعد كده هناخد الكمية اللي احنا عايزينها ونكسرها. هتلاقيها بتتكسر معاكي بسهولة وتبقى ناعمة جدا. يعني نعميها على قد ما تقدري، بتبقى سهلة قوي كده لما تكون خارجة من الفريزر. هنجيب بقى سكر بودر هنقلب كده الكنافة في السكر البودر كويس جدا لحد ما كلها تتغلف بالسكر، عشان ده بيخلي لونها احمر كده وكويس يعني. بعد كده بقى الكنافة عشان تطلع معاكي حلوة جدا لازم تكتري سمنة، عشان الكنافة بتحب السمنة. ممكن تحطي سمنة عادية وتحط عليها معلقتين سمنة بلدي 3. السمنة البلدي بتدخل في اي نوع من الحلويات، بتقلب موازينه، يعني بتخليه في حتة تانية خالص. يعني عشان مثلا لو غالية حط سمنة عادية وحط عليها معلقتين 3 سمنة بلدي، برضو بيدوا نفس الطعم والريحة وكده. بعد ما قلبناها وشربت السمنة، وممكن لو السمنة معاكي ما كفتش زودي زيت، اهم حاجة يكون المادة الدهنية كتيرة في الكنافة. هنا بقى خلاص غلفناها بالسمنة وبالسكر. هنيجي بقى هنا نجيب 4 معالق نشا على الحليب اللي عندنا، او حط النشا على قد، يعني كل كوباية لبن عليها معلقة نشا. وما بنحطش سكر على القشطه الكدابه، لان بيبقى فيه عسل وبيبقى فيه الكنافه نفسها فيها سكر وكده، فبلاش نحط سكر. وهنقلبها لحد ما تتماسك، طبعا هتبقى معانا بالشكل ده. هنسيبها كده تبرد، ونروح للصينيه بتاعتنا ندهنها برضو سمنه، وهنحط فيها شويه طبقه اللي تحت من الكنافه بتبقى رقيقه، يعني مش سميكه. هنحطها ونضغط عليها كويس قوي، يعني اضغطي عليها جامد عشان تطلع معاكي وانتي بتقلبيها بعد ما تستوي يكون الشكل مظبوط. بعد ما عملناها كده، انا طبعا عامله كذا صينيه مش دي بس، يعني انا عامله كميه كبيره يعني. فهنا بقى الصينيه دي بس اللي هنصورها. هنجيب بقى القشطه الكدابه ونحطها عليها كده في النص، وما تخليهاش تروح عند الاطراف، يعني حاولي تظبطي على قد ما تقدري. هتبقى معاكي كده. هنجيب بقى الطبقة التانية من الكنافة ونحطها فوق القشطة، ونضغط عليها بقى هنا بالراحة. الطبقة اللي فوق بتبقى سميكة شوية، واضغطي بقى بالراحة كده عليها. بعد كده تكوني انت مسخنة الفرن وتدخليها. طبعا هتتحمر من تحت، شغلي الشواية حمريها من فوق. هتكون انت اصلا عاملة الشربات من بدري بتاعها تقيل. بعمله كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص من المية وعصرة ليمونة. بعد ما الكنافة تخرج من الفرن سخنة، الشربات خارج بارد، لا عاملينه من بدري ويكون تقيل. بتاع الكنافة بعمله تقيل، بعمله تقيل، بتبقى كأنها جاية من بره. بتبقى معانا بالشكل ده. ولو عجبتكم لايك وشير، واشوفكم دايما بألف خير.